يا خبر ابيض على احلى صوت هتسمعوه لاحلى اكله هتعملوها. بجد يا جماعه جميله. هنعمل مع بعض النهارده اكله مطاعم سهله ولذيذه، ولو ما جربتيهاش لحد دلوقتي بجد فايتك كتير. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. تعالوا بينا بقى نعمل احلى تتبيله لاحلى فراخ. نص كيلو من البانيه متقطع شرايح، ضفت كده عليه ملح وفلفل اسود ببريكه بهارات فراخ، معلقه صغيره من الثوم البودر، معلقه صغيره من البصل البودر، ومعلقه كمان كبيره من الزيت. قلبتهم مع بعض كويس جدا. وعايزه اقول لك على حاجه، كتري الثوم البودر شويه عشان يديكي طعم فراخ مختلف وحلو جدا. حله بقى على النار، خلاص كده حطيت فيها زيت وزبده وقلبتهم مع بعض الاول وسخنوا جدا. نزلت كده بالفراخ بتاعتي بالشكل ده، فردتها في الحله كويس جدا وخدت لون. من الناحيه التانيه بدات بقى اقلب فيها زي ما احنا شايفين. يا نهار ابيض على الجمال، بجد يا جماعه حلوه جدا. اتشوحت الفراخ بتاعتي واستوت. هجيب طبق وهبدا كده اشيل الفراخ في الطبق، وهنزود بقى معلقه كبيره كده من الزيت في الحله، وهنزل ببصلتين كبار متقطعين جوانح بالشكل ده. شايفين؟ بصوا الجمال. اكله حلوه وسهله ولذيذه وطعمها خطير. خلاص كده شوحت البصل بتاعي وخد اللون الشفاف. محضره جنبي كوبايه من المشروم، ده مشروم معلب، لو عندكم مشروم فريش طبعا هيكون اجمل. قلبت كده المشروم مع البصل، ونزلت عليهم بقى بمعلقتين كبار من المستردة، معلقتين كبار من الصويا صوص، وهنقلب بقى الكلام الجميل ده تاني كده مع بعضه. هحضر جنبي بقى معلقتين كبار من الدقيق علشان نعمل احلى صوص. هنزل كده بالمعلقه الاولى، وبعدين هضيف المعلقه التانيه. هضيف كمان مكعب كده من الزبده علشان اشوح الدقيق في الزبده. هقلب كده المكونات كلها مع بعضها كويس جدا لحد ما يبدا الدقيق يختفي خالص مع بقيه المكونات. اوعوا بقى هنا تنسوا تعملوا اللايك والشير للفيديو. شوحتهم كويس مع بعض، نزلت عليهم بكوبايتين من اللبن، وممكن هنا نحتاج نص كوبايه تاني من اللبن حسب قوام الصوص اللي احنا عايزينه. رجعت ضفت الفراخ بتاعتي. عايزه اقول لكم بقى الريحه يا جماعه جميله جدا. هنعمل مع بعض النهارده احلى اكله هتجربوها، وهي استراجانوف الدجاج. نزلت كده بقى بنص معلقه صغيره من الفلفل الاسود وملح ورشه كده من الكاري. الصوص بتاعي غلي وتقل وبقى بالقوام ده، هنشيله كده على جنب. عندي حله تانية هنعمل فيها الرز، فيها بقى معلقتين من السمنه، فيها كمان مكعب من مرقه الدجاج، فيها لومي، فيها كمان قرنفل، وفيها حبهان. هزود عليهم بقى كمان نص معلقه صغيره من القرفه، وكمان نص معلقه صغيره من الكركم، وقلبتهم مع بعض كويس جدا لحد ما ريحتهم طلعت وتشوحوا كده بالشكل ده. نزلت عليهم بقى بكوبايتين من الرز البسمتي، غسلاه ونقعاه حوالي 10 دقايق في الميه السخنه. هشوح كده الرز شويه مع بقيه المكونات، وهنزل عليهم بقى بالميه المغليه اللي انا محضراها جنبي. هنضيف معلقه صغيره من الملح، وهنقلب الرز بقى ونغطيه كده ونسيبه على النار بعد ما يتشرب حوالي 10 دقايق. طلعت بقى الاكله بتاعتنا بالجمال اللي احنا شايفينه ده. بجد احلى والذ واطعم استراجانوف دجاج ممكن تجربوه. اكله مطاعم سهله ولذيذه، ما خدتش مننا وقت خالص، وكمان تنفع في الحر اللي احنا فيه دلوقتي ده. شايفين؟ بجد الطبق شكله خطير. عايزه اقول لك ان انت لو عملتيها لازم هتجربيها بقى وتعمليها كده على طول. شايفين؟ بصوا الطبق بتاعنا يا جماعه عامل ازاي، حلو جدا. الرز طالع مفلفل كده ومستوي. وعايزه اقول لكم بقى الصوص بتاع الفراخ كان خطير. عايزاكم تجربوها وتقولي رايكم فيها ايه. ما تنسوش بقى تعملوا كمان لايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم.